لو عملت داشبورد على مايكروسوفت باور بي اي وبعتها لمديرك او التوب مانجمنت وشافوا الداشبورد انتراكتيف ولقوا فيها معلومات كتيره ومالتيبل بيجز واناليسيس كتيره انت عامله، بس جم يسالوا سؤال في الداتا ما لقوش الاجابه، يعني عايزين مثلا نعمل اناليسيس معين او عايز اطلع مين التوب 10 برودكتس اللي انا شغال فيهم، مين الكاستمرز اللي بيجيبوا بروفيت اكبر، ما قدرش يلاقي الاجابه في الداشبورد. فالطبيعي هو ممكن يبعت لك ايميل، يسالك في التليفون، ممكن لو انت معاه في الميتنج يسالك السؤال لو انت جاهز بالاجابه وبتجاوب، او بتبتدي انت تخش على الداتا وبتبتدي تعمل الاناليسيس عشان تطلع الاجابه دي. طب ايه الحل للموضوع ده عشان يبقى الاجابه يقدر يجيبها اون ذا سبوت في نفس اللحظه، يقدر يجيب الاجابه من غير ممكن ما يرجع لك، ممكن حتى ايفن من الموبايل؟ مايكروسوفت باور بي اي عملت تول من سنه 2016 او فيجوال معين في الاي اي فيجوال او في الارتفيشال انتليجنس فيجوال هنا جوه المايكروسوفت باور بي اي ديسكتوب ابلكيشن اسمه كيو ان اي. كيو ان اي ده مجرد انت بتسال سؤالك وباور بي اي بيطلع لك الاجابه. يعني خلينا مثلا نيجي نسال السؤال ونكتب توب 5 برودكت نيم. اول ما كتبت توب 5 برودكت نيم راح باور بي اي مطلع لي تشارت فيها التوب 5 برودكت نيمز، ومطلع لي هنا جنبيه كل برودكت والسيلز بتاعه. طب لو انا مش عايز سيلز وانا في الداتا عندي فيه بروفيت، فممكن اكتب بروفيت. مجرد كتبت بروفيت الداتا اتغيرت وبقت عندي بروفيت. فانا كده قدرت ان انا بسهوله جدا اكتب سؤال من غير حتى ما اعرف الداتا. يعني انا عشان اعمل المعلومه دي جوه باور بي اي محتاج اكتر من ستيب، محتاج احط البرودكت والبروفيت، وبعد كده في الفلتر اغير الداتا اخليها توب 5 بس، انه هيطلع لي كل البرودكتس، وهنا في اكتر من 1000 برودكت موجودين. فازاي ان انا قدرت اكتب سؤال ويطلعه لي بسهوله جدا؟ ده طبعا شيء مهم قوي. انا لو عايز اعرف مثلا التوتال كاستمر، وهنا مثلا كاستمر نيم، جاب لي كده عدد العملاء بتوعي 793 عميل، فكده على طول بيجيب لي الداتا. طب لو انا بكتب حاجه مش موجوده في الداتا، يعني انا لسه جاي الشركه جديد او انا مش عارف الداتا بالظبط اللي موجوده، فجيت اكتب معلومه مثلا بدل ما اقول له توب 5 برودكت كتبت مثلا توب 5 ماتيريال، جه هنا راح عامل لي علامه بالاحمر كده تحت ماتيريال. انا مش فاهم يعني ايه ماتيريال، انا مش فاهم الكلمه دي معناها ايه. او لو انا كتبت كلمه مثلا تايب، فقال لي انت قصدك تايب دي يعني كاتيجوري، هقول له لا انا قصدي مثلا تايب دي يعني برودكت. فهنا في عندي اوبشن اسمه اد سينونيمز اللي هو مرادف يعني للكلمه، او في عندي سيتنجز في الاخر هنا اسمها تيتش كيو ان اي. يعني ايه تيتش كيو ان اي؟ يعني انا عايزك تعلمني لو في كلمات انا مش عارفها انت تقول لي دي معناها ايه وانا اطلع لك المعنى بتاعها. فانا هاجي هنا على علامه السيتنجز دي واختار تيتش كيو ان اي واقول له هنا توب 5 تايب، فهاجي على كلمه تايب دي، هو قال لي هنا انت قصدك كاتيجوري، هقول له لا التايب دي ريفير تو مثلا برودكت نيم. هنا كتبت على طول البرودكت نيم، حتى ايفن لو انا كاتب السبيلنج مش مظبوط هو هيصلح لي السبيلنج بتاعي. يعني هو هنا على طول هيطلع لي الكلمه القريبه منها، حتى لو انا لسه مش عارف، ممكن تكون حاجه في الداتابيز مكتوبه بشكل مش مظبوط او السبيلنج مش مظبوط، هيطلع لي برضو المعلومه ويطلع لي النتيجه بتاعتها. فهنا خلاص كده في كلمه تايب معناها برودكت نيم. لو دوست سيف في عندي هنا حاجه اسمها مانج تيرمز، هلاقي ان انا خلاص بقت كلمه تايب دي لما اجي اكتبها معناها برودكت نيم. يعني لو انا دلوقتي جيت كتبت التوب 5 تايب هتلاقي هيطلع لي ايه، خلاص اهو البرودكت نيم، فبقى فاهم ان التايب دي معناها البرودكت نيم. فدي طبعا نقطه مهمه جدا ان هو يقدر يفهم اللي انا بقوله ويبقى اجابه سريعه للاسئله مهما كان السؤال بتاعك. انا عايز اطلع حتى لو حاجه بسيطه سيلز وهكتب جنبيه ريجن، بص سيلز راح مطلع لي توتال، لو كتبت ريجن راح مثلا مطلع لي السيلز والريجن وطلع لي شارت بالتفاصيل دي السيلز لكل ريجن. فانا هنا قدرت ان انا اعمل اناليسيس بسيط واقدر ان انا اشوف الارقام بتاعتي، اقدر ان انا احول ده لصوره هنا turn this Q&A into a standard visual، يعني هيحولها لي للتشارت. فدي بقت ستاندرد شارت اقدر بقى ان انا اضيف فيها الداتا ليبلز، اقدر ان انا ابتدي اشتغل عليها واعمل كل التفاصيل اللي موجوده جوه مايكروسوفت باور بي اي وابتدي استخدمها كنوع تشارت عادي جدا. عايز ارجعها تاني المفروض ان انا بختار ان هي تبقى تاني كيو ان اي هنا من الفيجوالز، بختار الكيو ان اي وابتدي ان انا اكتب السؤال بتاعي. وفي كمان اوبشنز موجوده ان انت تقدر تحط اسئله بحيث ان هو قبل ما يكتب السؤال يلاقي معلومات، ممكن اسئله معينه هو اقتراحات انت حاططها له، دي موجوده برده كاوبشنز هنا ان انت تقدر تحط الاسئله المقترحه اللي انت عايز ان هي تظهر
فبحيث ان انت تكتب له هنا الاسئله، ويقدر ان هو لما قبل ما يكتب سؤاله يلاقي مقترحات انت حاططها له. هاو ماني ستيتس مثلا، عندنا كام ستيت بنبيع فيها، فهنا 49. فهنا في بعض الاسئله دي مايكروسوفت باور بي اي هو اللي حاططها، انت تقدر انت بقى تضيف الاسئله بتاعتك، بحيث ان انت بتقول له انت ممكن تعمل بيج لوحدها اسمها اسك يور كويستشن مثلا جوه الداشبورد، يعني بجانب الداشبورد الموجوده هنا دي تقدر تحط بيج كمان وتضيف اسك يور كويستشن از بيج، ويبقى عنده الاوبشن ان هو يجي يسال السؤال بتاعه ويبقى الاجابه موجوده بسهوله من الموبايل او من اللابتوب، فتسهل عليه جدا ان هو يشوف الداشبورد ويشوف التفاصيل بتاعتها. شكرا جدا لكم. هتلاقوا لينك موجود مع الفيديو في تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها سواء مايكروسوفت باور بي اي او الاكسل داشبورد، وان شاء الله نشوفكم دايما على خير في فيديوهات جديده، والسلام عليكم.